لو محتاجه شعرك يكون فلافي كده ويكون فيه طراوه وفي نفس الوقت يكون ملموم وما يكونش هايش خالص، هقولك على الماسك بتاع الاموره الكوريه دي اللي عملته بجد هيفرق جدا في شعرك وهيخليه بيلمع. اول حاجه عملتها جابت 2 من البيض، يعني بيضتين كاملين الصفار والبياض، بعيدا يعني ان البيضه دلوقتي بقت ب7 جنيه، بس معلش هنضغط على نفسنا علشان نلاقي النتيجه اللي هتفرحنا. وبعد كده جابت زيت زيتون وراحت جايه حطاها على البيضتين وفضلت تقلب تقلب، وبعد كده جابت قطنه وفضلت تحط على شعرها، او ممكن انت بقى تعمليه ماسك جامل على شعرك. لو انت بتقرفي من ريحه البيض قوي، انا في تركايه كده بعملها، بحط عليها نقطه فانيليا بحيث ان انا مش هتخنق. طيب ليه بقى انا قلت لكم الماسك ده هيجيب معاكم نتائج جباره وهيفرق معاكي جدا في شعرك؟ لان البيض اصلا فيه بروتين وكرياتين، هم دول اكتر حاجتين شعرك بيحتاجهم. يعني الناس بتروح تعمل بروتين لشعرهم، بتروح تعمل كرياتين، بتروح تاخد حقن ميزوثيرابي، كل ده علشان خاطر تظبط البروتين والكرياتين في شعرهم علشان شعرهم يبقى كويس. تخيلوا بقى سبحان الله، كل الحاجات دي موجوده في البيضتين اللي انت هتحطيهم على شعرك. وطبعا زيت الزيتون بيطول الشعر وبيتقله، وكمان بيعمل في طراوه في الشعر وبيخليه طري جدا. جربوا الماسك ده وبجد هيعجبكم جدا. دايما بحاول اجيب لكم الوصفات اللي هي بتجيب نتيجه من الاخر واللي انا شخصيا بكون مجرباها. لو انت اول مره تشوفوني، انا الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. مع السلامه.